والآن نتحدث عن المرأة الإماراتية. المرأة الإماراتية ماضٍ عريق وحاضر مزدهر ومستقبل مشرق. والآن نجد المرأة الإماراتية وهي الأم وهي الزوجة وهي الأخت وهي الابنة. والآن بفضل قيادتنا الحكيمة أصبحت المرأة الإماراتية طبيبة وطيارة ومهندسة، ونستقبل في حفلنا هذا مهندسة الطيران الإماراتية فاطمة يوسف جمعة المرر، فلتتقدم لإلقاء كلمتها. ورحمة الله وبركاته. أعزائي الحضور، أشكر الدكتور عبد الله نيادي على هذه الدعوة الكريمة لنحتفل بيوم الاتحاد في خيمة التواصل العالمية. وقد دعيت للكلمة ولم أعد لها، ولكن التهنئة بالطبع لا تحتاج إلى تحضير، لأن الكلام فيها ينبع من القلب، وإنه لواجب علينا كإماراتيين أن نهنئ القائد الوالد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وأم الإمارات الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك، وشعب الإمارات والأخوة المقيمين في الإمارات، وكل عام وأنتم بخير. وأود أن أختم بأنني أعتز بوجودي معكم في خيمة التواصل العالمية مع هذه الكوكبة من الأدباء والشعراء والمفكرين. عاشت الإمارات حرة شامخة.